لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزا خوش حالم لواني 1223 لوانا كاين تفسير قرآن في روزبيم وخزمتان وان بست رزامندي رب العالمين وهيوادان مئوي آز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بەرخۆشەویستان کە ڕەب العالەمین باز لە ڕۆژی قیامەت دەکا ئەو ڕۆژێکەوە هەموو خەڵکی لۆ کۆ دەکرێتەوە هەموو مەخلوقات دەیبینن ئیتر خەڵکی دەبنە دوو بەش کەسانێکی بەدبەخت و کەسانێکی بەختەوەر. لە باسی کەسانێکی بەدبەختدا دەفەرمی ئەوانە لە ناو ئاگری جەهەنەم هەناسە وەردەگرن و هەناسە دەخۆنەوە دەمینێنەوە تێدا هەتاوەکو ئاسمانەکان و زەوی مابی ئیلا ئەگەر ویستی پەروەردگارتی لەسەربی بێگومان پەروەردگارت ئەوەی بێوێ دەیکا. خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض واتەوانە ناو جەهەنەم دەمینێنەوە هەتا ئاسمانەکان و زەوی مابن. زانایان دەفەرمون واتە ئەبەدەن کە دەفەرمی هەتا ئاسمانەکان و زەوی مابن کەواتە ئەبەدەن ئەوانە دەمینێنەوە. تەڵەن باز لە باس کافرانە. ابن الجوزي دەڵێ ئەوە لە تەفسیری ئەو ئاەتەدا دوو قەول هەیە. یەکەمیان أنها السماوات المعروفة عندنا والأرض المعروفة كواتا كذا في حتى آسمان كانوا زي ما بن واتا أو آسمان زويي كأستاهنا حتى أوانا ما بن. ابن قتيبة ابن الأنباري دلين للعرب في معنى الأبد ألفاظ دلين عرب أجر بيوي باز لشتيك بكا كواما بستي أبدي بي بس شويك دري دبري لبون من دلي لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار وما دامت السماوات والأرض في أشباه لهذا كثيرة. كواتا دلتن فلا نشدناكم حتى شو روج هبي كوات جياوازن لقل يكتري حتى عارض آسمان هبي كواتا ما بستيان أبدا بوشوي تعبير ذكان ظنا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير لبر أوي وادلن باعتبار بوني شو روج بوني آسمان كانوا زوي تعبير لبردوامي ذكاء لو فرمي وابن الجوزي فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامه كاتلو يا اخوي يقول فرمي وانا لجهنم دمينين حتى اسمان كانوا زي ما بكواتا بعرفي وان كاوان تعبير لشتيك بكن لابديتي او شتيدل حتى اسمان زي ما بي كاتلو ردا ما بست اويكوا ابدي دمينينوا وكو بخويان دل حتى اسمان زي ما بي. وهندي شيء دلين والثاني هلا قولي ابن الجوزي دلي هندك وهالك دنوا كواتا ودقرات صار عرفي بكار هناني عرب لبؤ جملة بمعنى أبدي دمينه وأنها بقولهم أنها السماوات الجنة والنار وأرضهما كواتا عندك شيء دلين ما دامت السماوات والأرض حتى آسمان زوي بهشت جهنم ما بيتن أو أنا أو هذا بينينه بوشيوه بهردو حالة يعني بمعنى أبدي ده. ابن تيمية رحمة الله عليه بدله زورك لزانان دلين ما دامت السماوات والأرض ما بستي آسماني بهشتو زوي بهشتا هل وكل صحيحين ده هاتيك وبيغم صلى الله عليه وسلم دفرمي إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس أجا برسياتين لله تعالى كركوا بهشتان بي بخشي داواي فردوس بكن فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة
وسقفه عرش الرحمن. لبروي بهشت برسترين درجي لبروي فردوس برسترين درجي بهشته وناوراستي بهشتيشة وسقف كشي عرش پروردگاره. وهندق لزانان دلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ما بس ليردا أرض الجنة واتا بند الصالح كان دبن ميراد قري زبي بهشت. وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي يسقف الجنة. كواتا خوي سبحانه وتعالى باس كده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أو أسماني دنيا خوي قد فرين دي بيتينوا لباش أو كوا دنيا كوتاي بيده بلام أو أسماني كلير باسي كده ما دامت السماوات والأرض أو أنا لا جهنم دمينين ولو دواتريش عين لباسي أهل بهش دفرمي ما دامت السماوات والأرض دفرمي أو أسمان دنيانية كده بيسريتوا بالكو أو أسمانية كوا سقفي بهشته. إذ كل ما على فإنه يسمى في اللغة السماء. لبرلالين لغته هرشتكوا بسرتوا أو آسمانا هروك السحاب وبلاهورش بيقتري آسمان سقفش بيقتري آسمان. فإن السماوات وإن طويت وكانت كالمهل واستحالت عن صورتها يترى آسمان كان لا كوتاي هاتني جياني دنيا أجرتي دبيتريتوا ويأخذ لآت هذا فرمي كالمهل وكو زيت شتواوي لدي يتر أو صورتي نامنة فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها معنى أونية كبيكزارها النامنة بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى حال. أصلا كيد من بلام لحالة يقولوا حالة إشكا دقور وكل سورة إبراهيم دفرمي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات واتلو رجدا لرج قيامة عرض آسمان كان دقورين بعرض آسمان يشتر. وإذا بدلت فإنه لا يزال السماء دائما وأرض دائما والله أعلم. كواتب بلام باشوي كذاش قوري هر آسمان وزوي دمينه بلام بشيوازك دقوري كوا قوران كاري بسرداده كواتا عين وش تأيدي ويدك كذا فرمي أوانا دمينينوا لا جهنم ولا باس بهلي بهشتج دفرمي حتى آسمان كانوا زوي ما باتا أبدا دمينينوا بل أبدا دمينين ولا جهنم إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إلا أجر مشيئتي پروردگارتي لسربي أن يخرجهم من النار من عصاة الموحدين فيدخلهم الجنة برحمته. كنت تفرمون أو استثنايا أويك أو أنا لجهنم دمينين إلا أوي مشيئتي پروردگارتي لسربي كلا جهنم درياميني برو بهشت أوانشتينا عصاة الموحدين أو خراب كاراننا كوا موحدا لسر عقيدة توحيد جانا الشرش أنك بلام زور خراب كاربوينا إتر كدسنا جهنم مش خواي قرب الرحمة خوي حد دريان ديني لبو بهشت كواتا أو مشيئته تنها لبو موحدين خواي قرب باسدك أقرنا أهل كفر وأهل الشرك حتى هذا منينو. ومعنى ما شاء من شاء إلا ما شاء ربك ليرى ما يبكار هنا دفرمي ما شاء بمعنى من شاء ما شاء بمعنى من شاء لأنه لما كان هؤلاء صنفا ساغت في العبارة عنهم ما كواتا لبرتي ما يبكار هنا مني بكارنا هنا كلبو عاقل بكار ديندري دل بروان صنفا أو أنا الصنف كنت شينا عصاة الموحدين باز للصنف كان عندك قالوا ما يبكار هنا مني بكارنا هنا وإطلاق ما وإرادة من نظيره في القرآن كواتا القرآن في روز هاتية كوا ما بكار دينهم ما بس تشتيدا منا وكو فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي فانكحوا من طاب لكم من النساء كواتا أو صيغة واردة لزمان عربي ولا قرآن بيروس كواتا ليرى ما شاء إلا ما شاء ربك كوات كافر كان بدبخت كان حتى لجهنم دمينين وحتى آسمان كان زي ما كوات تعويل أبد يدك إلا من ما شاء ربك وشيئت خواهي قوله أويا كوا كسانق لعصاة موحدين وتواني يكتا برستن بلام قناح بان سنة جهنم أوان درديني برو بهشتيان دبا. لا تفسير ابن عطية وهروها دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشنقيطي أوان سدلن دلين
وممن ذهب إلى هذا القول المختار في معنى الاستثناء المذكور عفوا أوي كواباس ماكر لتفسير ابن عطية وهروها أوي قول الشنقيطي إتر بقشتي أواني كوا من ذهب إلى هذا القول المختار في معنى الاستثناء المذكور كوا تأواني أو هاي اللي يقددنوا كوا إلا ما شاء ربك ما بستي أوي كوا عصاة موحدين درديني لبو بهج ديان با تشيل مفسران أو هاي باس كرده ابن جرير طبري سمعاني وهروها ونسبه ابن كثير إلى كثير من العلماء ابن كثير جرت زورق لزانان وادلين وهروها لبيواني السلف واني وهان لقداتوك ابن عباس أبو سنان والضحاك بن مزاحم وخالد بن معدان والحسن البصري كوات إلا ما شاء ربك خواهي قولا دفرمي إلا أواني مشيئتي لسر كدريان بيني كوانش عصاة موحدين هنديك تشيت كدلين إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيها أو هاش ليك درايتوا كواتا أواني أشقياء وبدبختن لجهنم دمينين وهتا إلا ما شاء ربك ليرد أدي أو مشيئتسي أو استثناء إلا أو مدة نبي كالله تعالى وشيئتي لسربك وأنا تيدانا بن أويشتيا وذلك قبل دخولها فيش أوي بسنا ناو جهنم كواتا أواني أهل جهنم حتى لجهنم دمنين إلا أوان دي كخواي يقول مشيئتي لسربك فيش أوي بسنا جهنم أوان دي لجيان دنيا بني على برزخ بني أقرنا أوانا حتى دمنين بوش وجه ليك درايتوا فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها كواتا لردا استثناء لبو بيشي تسونا ناويتي فهم خالدون فيها جميع الأزمان حتى دمنين لهم زمن كان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها مقر بيشي أو زمني كوا بيش بسنا ناوي كلا دنيا بني لنا جاني برزخي من أجنا حتى دمنين أو بالنسبة كافر المشركان شيء اختياري أو قولي كده وكو السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونسبه إلى جمهور المفسرين دلا جمهور المفسرين زورين مفسرين وادلان قاسمي دلا إلى أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار كذا فيلم إلى ما شاء ربك أو استثناء دلا بكار هندريا لأسلوب القرآن فيروز كبلغي لسر بردوامي واستمرارية والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها كواتكرر هذا فرمي إلا ما شاء ربك يعني أو دلالة سر بردوامي دك أو بردوامي خوا أو هايويستي سبحانه وتعالى أو بردوامية كوات كافر كان حتى أثار زانن دمني أو خوا أو هايويستي سبحانه وتعالى أجر بيوي بيغوري ديغوري بلام خوا يقول أو هايويستي كوا حتى بمنينوا ابن القيم دل الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدا أو كوا ثابت القرآن بيروس كافر كان حتى لجهنم دمينينو وأنهم غير خارجين منها بهش ليدر ناسا وأنه لا يفتر عنهم عذابها بهش عذابش لسنة قطع نابي وأنهم لا يموتون فيها ناش برنتيدا وأن عذابهم فيها مقيم عذابكش بردوام للسريان وأنه غرام لازم لهم بردوام لقال يانا عذابك وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين حس خلاف لسر أو باب التانية بين الصحابة والتابعين إمام بابنين علماء مسلمانان وكل حال الأرواح وأيوتيا ومن ذكر الإجماع على هذه المسألة القرطبي والآلوسي آلوسي وقرطبي إجماعيا يعني لسر كوكتو لسر أويكوا ضلن إجماعي لسركا بردوامي كافر كان لزهم دمينين وكو لتذكر بأحوال الموتى وأمور الآخرة باس كرايا إتر إلا ما شاء ربك ليردا ما بستكتسيا بوشيوانا ليك دراوا مشيئتي لسرويك أخوائي هندق لأهل زانم أواني كوا عصاتي موحدين دريان ديني هندش كج لزانان دفرمون وكو سعدي دلي واتاوي بيش تسونا ناوي أو مشيئتوي دقريتوا بلام كتسونا ناوي حتى دمينينوا قاسم جدالة هل أو تعبيره بلغي لسر بردوامي خواهي قورة ويستي لسر كوا أنا بردوامي بمينينوا لحديث كوا بخاري مسلم روات كرديا رواتيان كده حديث الشفاعة أنس دجيرتو كوا بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي ثم أعود الرابعة فأحمد بتلك المحامد يتر لو بعض موقف كان روج قيامتك لو زاري سارم دفرمي ديمو
دیسان فأحمدوا بتلك المحامد حمد السناء خوي جورد كم بو حمد السناء ثم أخر له ساجدا فعشان سوزدي لبودبم فيقال إن زابيم قلت يا محمد ارفع رأسك يا محمد سرد برزكوا وقل يسمع بلي جد لراد جيري وسل تعطى داوابك بيد بخشري واشفع تشفع تكابك تكاد قبول ذكري فأقول يا رب عندما پروردگار إذن لي في من قال لا إله إلا الله إزلم بده تكاب كم دبواني كوا قلتيان لا إله إلا الله استاج بقناه كانت سوين زهنم فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله خوي قرسوين بعزت وجلالي خوي دخوا كوا أويك قلت لا إله إلا الله لكو تايدا هردري ديني والله أعلم اتديار لا تفسير وآتشتي ترمى باسكم بلام لبرتوابوني كات دوستين فبشتواني الله تعالى لواني داهت ديني وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.